اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. يا رب دايما تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ قصتنا، يا ريت تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل قصة جديدة هنزلها. وتعالوا نبدأ قصتنا. انا زينب، اتولدت وعشت في منطقة شعبية كل الناس فيها بيعرفوا بعض. أبويا كان راجل طيب وفي حاله، وكل الناس كانت بتحبه. وبعد ما توفاه الله، أمي اتجوزت واحد قريبها كان مطلق وعنده عيال. قالت لي أمي إني كبرت وبقيت أعرف أخلي بالي من نفسي، وإنها هتسيب لي شقة أبويا أعيش فيها وهتفضل تطمن عليا. لكن ما ينفعش بعد ما بقيت عروسة أروح وأعيش معاها في بيت راجل غريب. اعتبرت إن أمي كمان راحت لما أبويا راح، علشان بعد 4 شهور بس من جوازها عرفت بالصدفة إنها سافرت مع جوزها وعياله برا البلد، وما كلفتش خاطرها حتى إنها تقولي. كنت بشتغل شغلانة بسيطة في الصيدلية اللي على الناصية، ورغم إن معايا ليسانس آداب إلا إني كنت مساعدة صيدلة شاطرة قوي. وأصحاب الصيدلية كانوا بيثقوا فيا ومأمنيني على مالهم وحاجتهم. العمر جري بيا. بعد ما كنت برفض العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي وهم طمعانين في الشقة، رغم إنها كانت أوضتين وصالة بس في عمارة قديمة وكمان قربت تقع، لكن كل اللي كان بيجي يتقدم لي ما كانش عاوز يشيل مسؤوليتي. بالعكس، ده كان بيقول دي لا ليها أهل يسألوا عليها ولا كبير نتفاهم معاه. كان بالنسبة لهم الجواز مني صدقة بيعملوها لوجه الله، وفي نفس الوقت مفيش حد فيهم لا عنده شقة ولا حتى هيصرف عليا. كلهم معتمدين اني بشتغل ومش هبقى تقيلة عليهم في المصاريف. كنت برفض عشان من حقي زي اي بنت افرح والاقي الانسان اللي يكون سندي بعد ربنا واقدر اعتمد عليه. ومع استمرار رفضي للعرسان بتوع منطقتي وكمان سني اللي بقى بيكبر، الناس بدأت تجيب في سيرتي ويقولوا اكيد ورا قعدتي ويا عالم وانا قاعدة لوحدي مين اللي بيجيلي الشقة وبعمل ايه من ورا الناس. ما كانش في حد بيرحم. علشان كده لما تقدم لي وائل ابن الست مديحة جارتنا في المنطقة، قلت اكيد هيطلع زي اللي قبله، عاوز جوازة على الجاهز والسلام ومش هيكلف نفسه في اي حاجة. كانت الست مديحة بتجيلي الصيدلية كتير، ولما كانت بتأخر الفلوس يوم ولا 2 كنت بقول لها مفيش مشكلة وبدفعهم أنا من معايا لحد ما ترجعهم. ومن هنا بقى في ود بيني وبينها. وفي يوم حكت لي إن ابنها الوحيد رجع من السفر وبيدور على عروسة تكون بنت حلال. قلت لها ربنا يوفقه، وما كانش في بالي أبدا إنها بتقولي كده علشان تقصدني أنا. جه وائل هو والست مديحة عندنا البيت وطلبوا ايدي على كتاب الله وسنة رسوله. انا ما كنتش عارفة افرح. كان نفسي في الراجل اللي يستتني ويخليني ارتاح بعد سنين التعب اللي عشتها. اذا كانت الست مديحة كانت بتأخر 10 ولا 20 جنيه ومش عارفة تدفعهم، يبقى اكيد ابنها هو كمان هيقولي انه مش هيجيب لا جهاز ولا عفش ولا شقة. لكن اتفاجئت لما لقيته بيقولي انه جاهز بيت كامل من مجاميعه في الأرض اللي كانت فاضية في المنطقة. ساعتها ما صدقتش اللي بسمعه. أنا كنت بشوف العمال وهم شغالين في البيت ده بقالهم شهور، وما كنتش أعرف هو بتاع مين. لقيته بيكمل كلامه وبيقولي الشبكة زي ما تختاريها هجيبها لك، والشقة هتفرشيها على ذوقك، وأنا اللي هكلف، وحتى شنطة هدومك أنا اللي هجيبها لك. وكل اللي طالبه منك انك تبقي ستر وغطى عليا وتعاملي امي بالمعروف وتحفظيني في غيابي، لاني هسافر كل فترة علشان اتابع شغلي. كان في كل حاجة كنت بتمناها. امه ست طيبة وبتعاملني كويس، وكمان شكله كريم ومش همه الفلوس ولا طمعان فيا، وكمان راجل اقدر اعتمد عليه. لكن ما كنتش اعرف ان كل ده هيقلب بنكد بسبب موضوع السن. هو انت عندك كام سنة؟ 30 سنة. كان أصغر مني بسنتين. صحيح إنه ما كانش بيبان عليا أكتر من 25 سنة، لكن قلقت من الموضوع ده وقررت أقوله عشان ما بقاش بخبي عليه حاجة من دلوقتي. قال لي إنه ما عندوش أي مشكلة مع سني، وإن طلباته مش كتير وهو شايف إن أنا الوحيدة اللي هقدر أسعده. طول فترة الخطوبة كانت الفرحة مش سايعاني، لحد ما في يوم لقيت حماتي جايالي البيت وبتقولي هاتي بطاقتك. استغربت من طلبها. خير في ايه؟
هو صحيح انتي داخلة على 33 سنة؟ أيوة، وأنا قلت لوائل من أول يوم. ساعتها زعقت فيا وقالت لي يبقى تنسي الجوازة دي خالص، أنا كنت فاكرة إنك لسه صغيرة وهتقدري على الحمل وعلى الخلفة وتفرحي ابني، ده أنا ابني تتمناه مليون واحدة. قلت ازاي الست اللي خطبتنا بنفسها لبعض ما تحبنيش كده في يوم وليلة؟ وفي اليوم ده ما كانتش راضية الست مديحة تطلع من البيت غير لما تاخد معاها الشبكة اللي وائل جابهالي. فضلت زعلانة طول اليوم لحد ما لقيت وائل بيخبط على الباب بالليل وفي ايده الشبكة. لما شفته قلت له اتفضل، قال لي ما يصحش، ورجع لي الشبكة وقال لي ما تاخديش على كلام أمي وسامحيها على اللي هي عملته. قلت له هي معاها حق، هي زي أم نفسها تفرح بابنها. ساعتها قال لي كلمة أنا ما فهمتهاش: على العموم أنا مش فارق معايا يبقى عندك 20 سنة ولا حتى 70 سنة، المهم نتجوز. صالحني وائل، بس حماتي ما كانتش بتطيق تسمع اسمي ولا سيرتي، وكل ما كنت بشوفها وانا رايحة الشقة كانت تدعي عليا وتقولي اني عملت لابنها عمل علشان اخليه متمسك بيا قوي للدرجة دي، وان مسير اليوم يجي وزي ما دخلت البيت ده هطلع منه. كنت خايفة افسخ الخطوبة في الوقت ده، لان الانسان الوحيد اللي تقدم لي وحسيته انه ينفع يكون جوزي هو وائل، لكن كنت متأكدة ان العيشة مع حماتي مش هتبقى سهلة ولا فيها راحة، وخصوصا ان انا وهي هنقعد مع بعض في بيت واحد. صحيح كل واحد في شقة، لكن جوزي مش هيبقى موجود دايما علشان يدافع عني. خفت اتبطر على النعمة، وقلت ان مفيش حياة من غير مشاكل، علشان كده استحملت معاملة حماتي ليا. بعد ما اتجوزت كنت حاسة ان كل احلامي اتحققت اخيرا، اخيرا بقى ليا بيت وراجل، وقريب قوي هبقى ام، لكن كل ده طلع وهم صحيت منه يوم الدخلة. بعد ما الفرح خلص انا ووائل دخلنا شقتنا، لقيته بيطلب مني اغير هدومي واحضر العشاء. عملت زي ما قال لي بالظبط، وبعدها قال لي كل واحد فينا هينام في اوضه لوحده. انا ساعتها ضحكت وكنت فاكراه بيهزر، وساعتها قلت له ليه؟ قال لي انا اتجوزتك بس علشان استرك، وهو احسن من قعدتك وكلام الناس عليكي، اديك اتجوزتي وبقيتي مسؤولة مني، وانا مش هقصر معاكي في اي مصاريف، لكن ما تطلبيش مني اكتر من كده. انا ما كنتش مستوعبة اللي بيطلبه مني، هو بيقول ايه؟ قلت اكيد الغلط فيا. فضلت اساله هو انا وحشة؟ طب حماتي قالت لك عليا حاجة؟ يمكن تكون عامله لنا عمل علشان كده مش عاوز تقرب لي. لكن لقيته بيقول لي احنا هنعيش مع بعض سوا في البيت ده زي الاخوات، بشرط اني منطقش بكلمة واحدة ولا اقول لحد عنه اي حاجة، وفي المقابل هيعيشني احسن عيشة. ساعتها قلت له ليه؟ مستحيل اللي انت بتقوله ده. قال لي امال عايزة ايه؟ عايزة ترجعي للفقر اللي كنت عايشة فيه ومفيش حد بيسأل عليكي ولا بيعبرك؟ كنت بضحك وانا مش مصدقة لحد ما اتأكدت انه ما بيهزرش. قلت له انا اتجوزت علشان اعمل عيلة واخلف وابقى ام. قال لي دي مش قصتي، واللي هقولك عليه هتعمليه وبس. رفضت وصممت على رأيي. ساعتها قال لي انه لو سابني سمعتي هتبقى على كل لسان، ومحدش هيقرب لي بعد النهاردة، ولا هقدر اعيش مرفوعة الراس في وسط الناس اللي هيفضلوا يتكلموا عني. قلت له انا محدش هيقدر يقول عليا حاجة، وساعتها طلبت الطلاق. كان في عينه نظرة غريبة، وقال لي انا هسيبك بس انتي اللي هترجعي وتبوسي ايدي علشان ارجعك على ذمتي مرة تانية. شافتني حماتي وانا نازلة على السلم ووائل ورايا بيقول لها انه سابني وصمم ان انزل بالشكل ده، واني حتى مغيرش هدومي. امه من غير ما تعرف اي حاجة فضلت تزغرط وكانت شمتانة فيا. طلبت منها اي عباية البسها، قلت اهي ولية زيها ومش هتيجي عليا، لكن زادت وعلت صوتها وسط كل الناس ومسكتني من ايدي وعملت لي زفة. روحت بيت ابويا وانا مش مصدقة اي حاجة من اللي حصلت لي. بقى بعد صبري ده كله ملحقش اتهنى ولا افرح؟
كنت بسمع الجيران وصوتهم العالي، وحماتي اللي كل يوم تيجي تحت شباكي وتفضل ترمي بالكلام. وآخرة المتمة لقيت الناس اللي ساكنين معايا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها جايين بيخبطوا على الباب وبيقولولي أمشي من العمارة، وإن عندهم بنات خايفين عليهم من اللي أنا عملته، وإن البني آدم سمعة، وإن أنا خليت سمعة العمارة والمنطقة في الأرض. فضلت أقول لهم إني ماليش أي ذنب. ساعتها قالولي إني علشان أبويا كان راجل طيب هيدوني قرشين تمن شقتي علشان بس ما اتبهدلش. ما كنتش ناوية أسيب شقة والدي، لكن اضطريت أعمل كده. سبت كل اللي ورايا وفوضت أمري لله. بعد يومين كانت حماتي جايبة عروسة تانية لابنها، قالت له لازم يتجوز علشان يكدني وعلشان هو راجل وما يعيبهوش حاجة. سافرت محافظة تانية وأجرت أوضة مع بنت مغتربة كانت بتدرس في الجامعة. لا حد كان يعرفني في المكان ولا كنت أعرف حد. كنت كل يوم أنزل أدور على شغل لحد ما ربنا رزقني بشغلانة في صيدلية كبيرة. مرتبي كان أكبر علشان كنت بشتغل فترتين. وفي يوم وأنا راجعة من شغلي لقيت البنت اللي معايا في السكن سخنة قوي. فضلت جنبها وقعدت اديلها في علاج وعملت لها كمادات لحد الحمد لله ما بقيت كويسة. وما فاتش 4 ساعات إلا ولقيت الباب بيخبط. فتحت لقيته شاب باين على وشه إنه مخضوض جدا، وسألني وقال لي أختي فين. ما كنتش أعرف إن البنت دي ليها أخ، لكن كان باين عليه إنه قلقان عليها قوي. دخلت أوضتها وقلت له ما تقلقش، أنا خليت بالي منها كويس واديتها اللي إن شاء الله يخليها كويسة وتخف على طول، وكمان عملت لها شوربة لما تصحى وتاكل هتبقى أحسن إن شاء الله. ساعتها استغرب وقال لي هو انتي صاحبتها؟ قلت له لا أبدا، أنا لسه ساكنة معاها جديد، لكن لما رجعت من شغلي اتخضيت عليها وقلت أراعيها. عرفت منه إنها أخته وإنها اتصلت بيه وقالت له إنها تعبانة، وفجأة الخط قطع. وساعتها اتخض عليها وجه جري. لما فاقت بقت كويسة واتحسنت، وفضلت هي واخوها يشكروا فيا. ما كنتش عارفة ان الحاجة البسيطة اللي عملتها دي هيبقى جزاها كبير قوي كده، وان الاتنين دول هيبقوا اقرب ناس ليا في حياتي. بس ما زميلتي في السكن بقت تسأل عليا على طول وتستناني عشان ناكل سوا، ويوم الاجازة كنا بنخرج مع بعض وكنا بنتفسح. حتى اخوها محمد كان كل فترة بيجيب لها من بلدهم حاجات ويقول لي ان مامته عامله حسابي ونفسها تتعرف عليا. بقينا اكتر من الاخوات. لكن محمد قال لي انه معجب بيا وانه عمره ما هيلاقي واحده بنت حلال زيي. وساعتها قلت له انه مفيش نصيب، لكن هو صمم يعرف سبب رفضي. قلت له اني كنت متجوزه وما خبيتش عنه اي حاجه، وعرفت انه حظي قليل واني مش عايزه اكرر التجربه دي تاني مره. ساعتها وعدني إنها مش هتتكرر مرة تانية، وإنه هيخليني أسعد واحدة في الدنيا وما يفرقش معايا أي حاجة ولا حتى سني. لحد آخر لحظة ما كنتش مصدقة، وكنت مستنية اللي هيحصل كأن في حاجة هتحصل وتبوظ فرحتي. لكن محمد كان أطيب بني آدم عرفته في حياتي، وأهله هما كمان لعمرهم جابوا سيرة طلاقي ولا حتى كان فارق معاهم. اتجوزت والحمد لله فرحتي كملت، والأول مرة أحس إني مش لوحدي. والحمد لله فرحتي كملت أكتر لما بقى عندي رحمة وآدم. ربنا الحمد لله عوضني وخلاني أنسى كل حاجة كأنها ما حصلتش. بعد ما نسيت وبقى عندي جوزي وعيالي والحمد لله بقيت أسعد واحدة في الدنيا، قابلتها مرة تانية. كنت رايحة أودي عيالي الحضانة وشفتها والسن واضح عليها، الست مديحة اللي كانت حماتي الأولى. ما كنتش عاوزة افتكر اللي حصل، فبصيت بوشي الناحية التانية، لكن لقيتها بتجري ناحيتي وبتنادي عليا، وكانت هي الدادة اللي شغالة في الحضانة. ساعتها فضلت تتحايل عليا سامحها، سيبيني في حالي وروحي لحال سبيلك يا ست انتي. قالت لي انها مش هتسيبني الا لما سامحها، وفضلت تتكلم وتقولي انها جوزت ابنها بعد فترة بسيطة من طلاقي. كانت فاكرة انها هي اللي هتسعده، لكن بعد يوم واحد جابت اخواتها الرجالة وقالت لهم على الكلام اللي وائل قالهولي قبل كده، وزي ما مديحة عملت فيا زمان
وزفتني وسط أهل المنطقة. إخوات العروسة الجديدة عملوا فيها هي وابنها، وأخدوا البيت الجديد والذهب والعفش، وقالوا لهم إن لو حد هوب ناحيتهم تاني الكلام اللي حصل هيوصل لوائل في شغله. خاف وائل وسافر، والناس طردوهم من المنطقة زي ما عملوا معايا، والكل عرف إني كنت مظلومة. كانت الست مديحة بتعيط وبتقولي اللي بيحصل فيها ده ذنبي، ما كنتش شمتانة فيها، لكن الزمن مهما طال بيلف يلف ويرجع لكل واحد اللي عمله في غيره. وعلشان كده أنا كنت بخاف ربنا وما بعملش غير الطيب. يا ترى لو كنتوا مكاني وقابلتوا مديحة بعد العمر ده كله، كنتوا هتقدروا تسامحوا فعلا ولا هتفرحوا فيها وفي اللي حصل لها؟ مستنية رأيكم في التعليقات.